بيبدأ فيلمنا في مدينة تشونان الكورية في إحدى ليالي سنة 2005. وقتها بتحصل جريمة بشعة جدا. قاتل متسلسل بينزل من العربية وبيهجم على شخص وبيفضل يضربه بالسكينة لحد ما بيخلص عليه. تاني يوم بنشوف الضابط تاي وهو في طريقه لمسرح الجريمة بس متعطل بسبب زحمة المرور. وقتها بيلاحظ إن في عصابة واقفة عند صالة قمار، فبيقرر ينزل ويفتشها. الحرس بيحاولوا يمنعوه بس تاي بيتعصب وبيضربهم كلهم وبيكمل طريقه لحد ما بيقبض على مدير الصالة. وبعدين بنشوف زعيم المافيا دونج وهو بيتمرن بوكس، وبيدخل عليه المساعد بتاعه وبيبلغه ان في شرطي اقتحم صالة القمار وقبض على واحد من رجالتهم. بعدها بيخرج دونج مع رجالته وبيتصل برئيس الشرطة عشان يبلغه اللي حصل، وبيقول له انا بدفع لك فلوس كتير، ما تبقاش دي النتيجة. وقتها رئيس الشرطة بيطمنه انه هيتصرف في اسرع وقت. بعدها بيوصل تاي لمسرح الجريمة وبتبقى الدنيا مقلوبة، وبيروح عشان يعاني الجريمة. وقتها بيلاحظ خبطة في العربية وبيبلغ زميلته جين اللي بتخمن ان الضحية اتقتل في لحظة غضب بسبب انه خبط عربية تانية. وساعتها دونج قاعد مع سانج زعيم عصابة كبير، وبيعرفه ان كان في اتفاق ما بينهم ان محدش يتعدى على مناطق التاني، وبيهدده لو الموضوع ده اتكرر هيخلص عليه. بس سانج بيقول له ان الاتفاق ده ظلمه. وقتها مساعد دونج بيتعصب وبيمسك في مساعد سانج، بس دونج بيقوم وبيضرب الاتنين ضرب مبرح وبيهدد سانج للمرة التانية. بعدها بنشوف لي رئيس الشرطة مجمع المحققين وبيحققوا في الجريمة. وقتها بيعرض عليه تاي أدلة تثبت إن التلات جرائم اللي حصلوا خلال السنة كانوا بنفس الأسلوب ونفس الأداة، وده معناه إن في قاتل متسلسل في المدينة، بس ليه مصر إنها حادثة سرقة عادية. وبيقول له أنت مكبر الموضوع عشان عايز تترقى. ساعتها تاي بيتعصب وبيخرج من الاجتماع. بعدها بنشوف دونج بعد ما خلص اجتماعه، وساعتها بيأمر رجالته إنهم يروحوا وهو هيسوق بنفسه لحد البيت. المهم وهو في طريقه للبيت في عربية بتخبطه من ورا. وقتها بينزل يشوف مين اللي خبطه، بس الشخص مخبي وشه. دونج بيقول له حصل خير وبيمشي، بس الشخص فجأة بيهجم عليه وبيضربه بالسكينة في ظهره. ولأن دونج قوي بيقدر يقاومه وبيوقعه على الأرض، بس المجرم بيقوم وبيهجم عليه من تاني، بس دونج بيشيله وبيرميه على العربية وبيضربه بالسكينة في كتفه. وقتها المجرم جرى ركب عربيته وخبط دونج اللي اترمى على الأرض غرقان في دمه. وقتها المساعد بيفتكر ان سانج اللي ورا الحادثة، فبيجمع الرجالة وبيهجموا على مقر عصابته، وبتقوم معركة قوية جدا والعصابتين بيدغدغوا بعض ضرب. تاني يوم بنشوف دونج في المستشفى بيكلم المساعد بتاعه اللي بيعرفه انه انتقم له، بس دونج بيقول له ان اللي عمل كده مش تبع عصابة سانج لان اسلوبه مختلف عنهم، وبيكتب له رقم العربية عشان يعرف مين صاحبها. بعدها بيدخل الضابط تاي عشان ياخد اقواله، بس دونج بيقول له كل اللي حصل ان اتزحلقت وانا بستحمى. وقتها تاي بيضحك عليه وبيقول له ما تقلقش، هوصل للمجرم في اسرع وقت. بعدها بينزل تاي للجراج وبيروح لعربية دونج، وبيكتشف ساعتها انها مخبوطة زي العربيات اللي في الحوادث بالظبط. وقتها بنشوف سانج بيزور دونج وبيحكي له على اللي عملته رجالته. دونج بيعتذر له وبيقول له هعوضك عن اللي حصل. وقتها سانج بيطلب منه يقسموا الاراضي بالنص. طبعا دونج بيرفض وبيقول له انا كنت هعوضك ماديا بس. وقتها سانج بيستهزأ بيه وبيقول له ازاي زعيم عصابة يحصل فيه كده، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بنشوف تاي وهو بيتحايل على رئيسه عشان يمسك القضية، وبيقول له ان زعيم العصابة دونج مصاب ومتأكد انه كان الضحية الجديدة للقاتل لولا انه قاوم بشدة. بس للأسف دونج رافض يساعده، بس ليه مش بيقتنع بكلامه وبيقول له خليك في شغلك وابعد عن القضية دي، وبيطرده من المكتب. في الوقت ده بنشوف دونج بيستعين برسامة وبيبدأ يوصف لها القاتل، وفعلا بتنجح الرسامة انها ترسم ملامحه بكل دقة. بعدها بيسلم الرسمة للمساعد بتاعه عشان يلحق يوصل له وينتقم منه قبل ما البوليس يوصل له. في نفس الليلة بنشوف المجرم في محطة بنزين وهو بيهجم على شخص بكل وحشية. بعدها بياخد العربية بتاعته، بس بيكتشف ساعتها ان زميل الشخص ده موجود. وقتها بيتوتر وبيفضل يخبط بالعربية، وساعتها السكينة بتقع من غير ما ياخد باله. وقتها بنشوف تاي بيهجم على الصالة بتاعت دونج وبيقبض على كل الموجودين في المكان، ودي بتبقى حركة ضغط منه عشان دونج يقابله ويوافق انه يساعده. في الاول دونج بيبقى رافض، بس لما تاي بيقول له ان ده مش مجرم عادي، ده قاتل متسلسل وراعب المدينة كلها، ساعتها دونج بيقول له سيبني افكر وهرد عليك. بعدها بيخرج دونج من المستشفى وبيقابل المساعد بتاعه اللي بيبلغه ان كل المستثمرين لغوا الشغل معاهم بسبب الحادثة اللي حصلت له، وكمان رجالة سانج استولوا على كل اراضيهم. بس دونج مش بيهتم بكل ده وبيسأله على المجرم اللي حاول يقتله. وقتها المساعد
بيقولوا انهم لقوا عربيته في محطة بنزين، بس ما لقوش اي اثر ليه. بس رجالته فتشوا كل المكان لحد ما وصلوا للسكينة بتاعة المجرم. ساعتها بيكلم طاي وبيقول له ان رجالته قدروا يوصلوا لعربية المجرم وبيطلب يقابله فورا. فعلا طاي بيروح عشان يقابله، ووقتها دونج بيديله مفتاح عربية القاتل وبيقول له انا قررت اساعدك بس بشرط اني لو وصلت للمجرم قبلك انتقم منه بطريقتي، وبيديله رسمة القاتل. بس دونج واعي جدا وقرر انه يسجل كل اللي قاله طاي عشان يضمن انه ما يخلش بالاتفاق. وقتها طاي اتعصب وكسر الجهاز، بس دونج بيعرفه ان الاجتماع اللي ما بينهم اتصور صوت وصورة، فبيتعصب طاي اكتر وبيرفع السلاح في وشه. بس في الاخر بيقرر يتعاون معاه. طاي بيجمع المحققين عشان يبدأوا رحلة البحث عن المجرم، وفي نفس الوقت دونج هو كمان بيجمع رجالته وبيستغل ان سكينة المجرم معاهم، وبيخلي واحد من رجالته يخلص على سانج بيها. تاني يوم طاي بيقابل جين وبيديلها كل الأدلة اللي قدر يجمعها عن المجرم. بعدها بتروح جين عشان تحقق في قضية قتل سانج، وبتكتشف ان أداة الجريمة هي سكينة القاتل اللي بيدوروا عليه. فبتتصل على طاي وبتبلغه اللي حصل. وقتها طاي بيفهم ان كل ده كان تدبير من دونج، واستغل سكينة القاتل عشان يخلص على سانج. فبيروح له وهو متعصب جدا، وبتحصل خناقة كبيرة بينهم، بيفضلوا يضربوا بعض لحد ما اخيرا طاي بيهدى وبيبدأ يتكلم معاه. وفعلا وقتها بيعترف دونج ان استغل الوضع لصالحه وخلص على سانج، وبيقول له ما تخليش اللي حصل يأثر على اتفاقنا. بعدها بينتشر في الصحافة والإعلام عن مقتل زعيم عصابة في بيته على قد قاتل متسلسل وهو اللي ورا الجرائم اللي بتحصل. لما المجرم بيشوف الأخبار بيقرر انه يروح لعزا سانج، وبيفضل يراقب دونج من بعيد. بعدها بيروح للمساعد بتاع سانج وبيديله ورقة مكتوب فيها إن حد استخدم السكينة بتاعته عشان يقتل سانج. وقتها المساعد بيفهم إن دونج هو اللي دبر لقتل سانج. يومها بالليل بنشوف المجرم وهو بيرتكب جريمة جديدة بنفس الأسلوب. بعدها بنشوف تاي ودونج وهما بيفتشوا عربية المجرم، وساعتها تاي بيلاقي بقعة دم على الطارة فبيفكها عشان يحللها. بس فجأة رجالة سانج بيهجموا عليهم وبتقوم معركة قوية بينهم، بس تاي ودونج بيقدروا يدافعوا عن نفسهم وبيخلصوا على كل الرجالة. وقتها مساعد سانج بيهجم على دونج عشان يخلص عليه، بس دونج بينجح انه يصده وبيوقعه على الارض. فبيقوم المساعد وبيهجم على تاي وبيضربه بالسكينة في وشه. تاي بيقاومه بكل قوة، بس هو بيحاول يدافع عن نفسه بيقتله بالغلط. وقتها بيتصدم وبيحاول ينقذه، بس دونج بيقوله انه خلاص مات. بعدها بياخد دونج الجثة وبيدفنها. تاني يوم تاي بيبقى في القسم وباين عليه التعب. وقتها بيكلفه رئيسه بقضية خطف وبيحذره عشان يبعد عن قضية القاتل، وبيأمره يتحرك بسرعة ويحقق في قضية الخطف. ولما بيوصل المجرم بيكلم مرات الشخص اللي اتخطف وبيطلب فدية كبيرة، فبيسلموها الفلوس عشان تديها للمجرم في المطعم. وهم هيراقبوا المكان ويستنوا اللحظة المناسبة ويقبضوا عليه. بس وقتها بيلاحظ تاي ان في شخص بيراقبه، فبيجري هو والمحققين عشان يمسكوه. بس المجرم بيبقى سريع جدا وبينجح انه يهرب منهم. بعدها تاي بيروح عشان يحقق مع صاحبة المطعم وبيعرف منها ان المجرم شرب مشروب، فبيروح هو ورجالته عشان يدوروا على الازازة وسط النفايات. وبعد تعب كبير بيقدر يوصل لها وبيديها للطبيبة الجنائية، ومن نتائج التحليل بيقدروا يوصلوا لهوية المجرم. فبيروح طاي لبيت المجرم وبيعرف ساعتها من صاحبة البيت انه بقاله فترة ما بيجيش، فبيدخل البيت عشان يفتشه. وقتها بيلاقي صور للمجرم مع عيلته، فبيطلع تليفونه وساعتها بيتأكد ان ده المجرم اللي بيدوروا عليه. فبيتصل فورا بالفريق بتاعه عشان يتجمعوا، وبيبدأ فريقه يعرض الأدلة اللي جمعوها على دونج ورجالته. بس وقتها الجو بيتوتر وبيمسكوا في بعض، لكن تاي بيسيطر على الوضع وبيقول لهم خلينا في المهم وندور على المجرم. ووقتها مساعد دونج بيجمع رجالة العصابة كلهم وبيوزع عليهم صورة المجرم. ومن هنا بتبدأ رحلة البحث عن المجرم في البلد كلها. وفي يوم المطر بيبقى فيه شديد بنشوف دونج واقف في الشارع وبيلاقي طالبة، فبيديها الشمسية بتاعته. بعدها بتشكره وبتركب الباص بتاعها. يومها بالليل بيبقى دونج مجمع رجالته وفريق المحققين عشان يتعشوا سوا، بس فجأة بيلاقوا وسائل الإعلام بتنشر أخبار عن مقتل ضحية جديدة، ودونج بيتصدم لما بيلاقي الشمسية بتاعته. وساعتها بيعرف إن الضحية هي الطالبة اللي قابلها وإن المجرم أكيد قريب منهم. فبيقوم هو ورجالته بأقصى سرعة وبيفتشوا كل شبر في المنطقة لحد ما بيعرفوا انه كان في فندق. ولما بيطلعوا للغرفة اللي كان قاعد فيها مش بيلاقوه، فبيقرروا انهم يفضلوا في المكان ويراقبوه لحد ما يرجع. بعدها بتظهر عربية المجرم وهو بيخش الشارع. الرجالة مستنين اللحظة المناسبة، بس المجرم بيحس ان في حاجة غريبة
فبيجري بالعربية وبيهرب، وبتبدأ ساعتها مطاردة عنيفة جدا. دونج بيخبطه بالعربية بس المجرم بيقدر يهرب منه، وبيوصلوا ساعتها للطريق الرئيسي. دونج وتاي بيزنقوا عليه بس ما بيقدروش يوقفوه، لحد ما فجأة التلات عربيات بتخبط في بعض وبيعملوا حادثة كبيرة. بس لما بينزلوا عشان يمسكوا المجرم بيلاقوه هرب، فبيطلعوا يجروا وراه، وبيقدر مساعد دونج انه يوصله. بس المجرم بيهجم عليه بالسكينة وبيفضل يطعن فيه، وبيجي دونج على صوت القتال وبيعرف منه الطريق اللي هرب منه. وبيفضل دونج يتتبع آثار الدم لحد ما بيخش مالها ليلي، وبيفضل يدور في كل الأوض لحد ما بيوصل لأوضة بيبقى فيها بنات مرعوبين، فبيعرف منهم انه مستخبي في الحمام. وقتها دونج بيهجم بأقصى سرعته وبيكسر الباب وبيقع على المجرم، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغمى عليه. بعدها بيسحبه لبره وبيكلم تاي وبيقول له اتفقنا اني لو وصلت للمجرم الاول انتقم منه بطريقتي. دونج بياخد المجرم على مستودع مهجور وبيفضل يضرب فيه بلا رحمة. وقتها تاي بيعرف مكان دونج وبيتحرك على هناك. دونج مجهز كل معداته وبيبقى خلاص هيقتل المجرم، بس فجأة تاي بيقتحم المكان بعربيته وبيدوس دونج، وبعدها بيروح للمجرم وبيقبض عليه. بعدها بيدخل القسم وهو معاه المجرم. وقتها تاي بيحس بالفخر، وساعتها الدنيا بتتقلب بسبب خبر القبض على المجرم. في الوقت ده دونج بيبقى في بيته بيتابع الأخبار، وبيكتشف ساعتها إن تاي قبض على كل رجالته وقفل صالات الأمور بتاعته. بعدها تاي بيقعد مع المجرم وبيحقق معاه، بس المجرم بيبقى واثق من كلامه وبيقول له مفيش أي دليل ضدي وكل الأدلة غير قانونية، وبيفضل يستفز فيه. وقتها تاي بيتعصب جدا وبيقوم يضربه، بس المحققين بيشيلوه من تحت إيده. بعدها بنروح للمحاكمة وبنشوف أسر الضحايا. وقتها المجرم بيتكلم بكل ثقة وبيقول للقاضي إن مفيش أي دليل ضده وإنه بريء من كل التهم. بس ساعتها بتحصل حاجة بتقلب القضية كلها، وهي إن دونج بيدخل قاعة المحكمة وبيشهد ضد المجرم بما إنه الناجي الوحيد. وقتها بنعرف إن تاي راح قبل المحكمة وقابل دونج اللي كان متعصب منه جدا، بس تاي بيعرفه إن ده الحل الوحيد عشان المجرم ياخد جزاؤه، وبيعرفه إنه مسجله وهو بيقول إن قتل سونج، وإنه لو راح شهد ضد المجرم هيتحاسب على صلاة القمار وبس. ساعتها دونج بيوافق. بيبدأ دونج يحكي للقاضي عن كل اللي حصل وبيوريله الصورة اللي خلى الرسامة ترسمها. بعدها بيوريله آثار الطعن لما المجرم حاول يقتله، وبيقول له إن طعن المجرم في صدره. وفعلا لما بيبصوا على مكان الطعنة بيلاقوا كلام دونج كله مظبوط، وكمان بيبقى معاه الورقة اللي اداها لمساعد سانج اللي بتثبت إنه قاتل. وقتها بيتحكم على المجرم بالإعدام، وكمان بيتحكم على دونج بسبب صلاة القمار. بعدها بنشوف تاي وهو بيترقى بعد المجهود الرهيب في القضية، وبنشوف دونج وهو داخل السجن، وبنكتشف ساعتها إنه اتفق مع تاي عشان يخليه في نفس السجن بتاع المجرم. دونج بيبقى فرحان جدا عشان أخيرا جات له الفرصة إنه ينتقم من المجرم. وبكده تنتهي أحداث فيلمنا.